السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض أحلى فتة بالخل والثوم، ونبدأ ونقول بسم الله. وأول حاجة معانا كوبايتين من الرز، هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم. طبعا الثوم حسب كمية الرز، هتكتري كمية الرز يبقى تكتري معلقتين ثوم مش معلقة واحدة. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ نشوحهم مع بعض، وحطينا معلقة طبعا سمن، وما تنسيش ترشي رشة من الزيت عشان الرز بتاعك ما يعجنش ويطلع مفلفل وجميل بإذن الله. هتبدأي تشوحي فيهم كده، أول ما تحسي إن ريحة التوم بتاعتِك بدأت تطلع، هنحضّر الخل بتاعنا، ودي تاني سر من أسرار الرز بتاع الفتة اللي بيدّي له ريحة وطعم تحفة الصراحة، الخل. أول حاجة حطينا معلقة التوم، وهننزل رشة كده بالخل، وهنكون محضّرين الشوربة بتاعتنا بعد ما سلقنا طبعًا اللحمة، هننزل بيها كده على الرز ونضبّط الملح ونغطّي ونوطّي زي ما أنتم شايفين كده، وهنسيبها على جنب لحد ما الرز بتاعنا يستوي، وهنحضّر اللحمة بتاعتنا. زي ما أنتم شايفين كده مكعبات اللحمة بتاعتنا بعد ما سلقناها، هنشيل حبة شوربة طبعًا على جنب هنحتاجهم إن شاء الله. هنبدأ نشوّح في معلقة سمنة مكعبات اللحمة بتاعتنا، حسب طبعًا أنتِ عايزة تعمليها أكبر من كده، أصغر من كده، حسب اللي أنتِ تحبيه، بس الحجم ده مناسب إن شاء الله. وزي ما أنتم شايفين كده رشينا رشة فلفل أسود عشان يدّي طعم للحمة بتاعتنا، وحطينا العيش المحمص بتاعنا، وهتنزلي عليهم كده بعد ما يتقلبوا تقليبة واللحمة طبعًا تاخد لون، هتنزلي عليهم كده بمعلقة من التوم المفروم. طبعًا إحنا الفتة لازم كلها تبقى مفحفحة بقى بالخل والثوم، ونبقى نحبس بحبة سبيروس بيتس إن شاء الله بعد الفتة الجميلة دي. وهتنزلي كده بعد ما تقلبوا والعيش بتاعنا أخد ريحة من الثوم، هترشي برضو الرشة بتاعتنا بتاعة الخل، وتنزلي بحبة الشوربة اللي هيطروا لنا العيش بتاعنا. ولازم ننزل بالشوربة على طول بعد الخل، بحيث إن الخل بتاعك ما يطرش ويفضل موجود، والطعم واللحمة بتاعتك تتطعم بطعمهم إن شاء الله. بعد ما قلبناهم يدوب تقليبة هنطفي كده على النار، ونبدأ نحضر الصلصة بتاعة الفتة بتاعتنا. لو أنتِ مش حابة تعمليها من غير صلصة براحتك، بس إحنا كده بنخلّي الصلصة يا دوب بنزيّن بيها ونخلّيها على جنب، اللي حابب يحط في الطبق بتاعه صلصة يحط، اللي مش حابب يبقى ياكلها كده بالشوربة بالخل والثوم واللحمة والعيش والرز من غير الصلصة دي. بس أنا حبيت أعملها لكم لمحبي الفتة بالصلصة بإذن الله. وزي ما أنتم شايفين طبعًا الوصفة بتاعتنا كلّها بتعتمد على التوم والخل، وزي ما أنتم شايفين نزلنا بمعلقة كبيرة من التوم وشوحناهم تشويحة بسيطة. إحنا مش عايزين نحرق التوم عشان ما يعملناش حرقان، وهتروحي نازلة عليهم برشة كبيرة كده من الخل، وبعدين تروحي نازلة عليهم بحبة الصلصة حسب كمية الصلصة اللي انت عايزاها، وتسيبيهم كده لما يتسبكوا وياخدوا من طعم بعض، وتظبطي طبعا الملح والفلفل الاسود. وهنبدأ كده نعمل اي شكل انت تحبيه، واي طبق ممكن تحطي فيه الفتة بتاعتك وتقلبيه بإذن الله. انا هنا حطيت طبعا اول طبق اللحمة، بحيث إن أنتِ لمّا تقلبي الطبق هيدّيكِ اللحمة من فوق إن شاء الله. ونزلنا طبعًا بحبة العيش فوق اللحمة، وطبعًا الشوربة اللي إحنا حطيناها والتوم وكل حاجة في الطاسة اللي إحنا حمّرنا فيها اللحمة، هننزل بيهم كده. وبعدين نحط آخر حاجة طبعًا الرز طبعًا مش محتاج إن إحنا ننزل عليه بحبة شوربة وحبة توم، لأ إحنا عملنا التوم والخل في قلب الرز وادينا له الطعم وبهرناه وبقى تمام التمام ومِيَّة مِيَّة. هتحضّري كده طبق كبير وتحطي فيه كمية الرز اللي أنتِ هتاكليها أو اللي أنتِ هتحضّريها، وهنزينها كده بباقي العيش بتاعنا اللي إحنا محمصينه. طبعًا إحنا عملنا حبّة بالشوربة مع اللحمة للي بيحبوا العيش بيبقى طري، وفي ناس بتحب العيش يبقى مقرمش. فعملنا طبق كده بالعيش وهو مقرمش وهو ناشف، وزيناه كده بحبة صلصة. وده الطبق التاني اللي إحنا عملناه طبعًا مع بعض باللحمة، في ناس بتحبه طبعًا طري، وفي أطفال ما تعرفش تقرمش العيش الناشف، فيبقى عندنا طبقين لمحبي الفتة الناشفة، وفي محبي الفتة اللي هي بتبقى طرية كده والعيش بيبقى طري. طبعًا وكبار السن لازم نعمل حسابهم إن هُم برضه بيبقى أسنانهم ضعيفة زي الأطفال، لازم نعمل لهم طبق كده طري ونكتر حبة شوربة كده عشان يعرفوا ياكلوا معانا كده ونفرحهم. وهنزين هنا كده بحبة برضه عيش محمص اللي بيحبوا كمان، عشان كده نحلي الطبق بتاعنا. وزي ما انتم شايفين حبيت أوري لكم اللحمة بتاعتنا مستوية وواخدة لون وجميلة وطرية من جوه،
حلوة، وزي ما انتم شايفين لونها تحفة صراحة، وطعمها أحلى من كده مش هتلاقي. ودي كانت وصفة الفتة بتاعتنا، الصراحة فحفحت البيت، والروايح كلها فكرتنا كده بعيد الأضحى. وصفة إن شاء الله ناجحة، اعتمدي طريقة الرز وطريقة الفتة دي بإذن الله هتعجبك، وجربيها وقوليلي رأيك فيها. ودي كانت أكلة النهاردة ووصفة النهاردة. يلا كده لو عجبتك وصفة النهاردة وأكلة النهاردة ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا لكم ولينا، ومع ألف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين.